الملوخية دي هنعملها باللحمة. طبعا ده كيلو لحمة، وطبعا هنحطها تتسلق، بس انا بحب اسخن لها المية، يعني المية تغلي واسقطها فيه كده، وهي بلدي، لحمة بلدي حلوة جميلة. وده كيس طبعا بيوفر الوقت طبعا والجهد. ده كيس ملوخية. وهنحط بقى اللحمة في المية بعد ما غليناها وحطينا فيها البهارات اللي هي الحبهان، وطبعا واللورة وكده، والبصل زي ما حضراتكم شايفين. عشان تاخدي شوربة حلوة رايقة بيضة لازم تغلي لها مية كده وتسقطيها فيها. وطبعا هي ما خدتش وقت في السوى، كان اللحمة حلوة يعني صغيرة. سلقناها بالشكل ده. وطبعا انا بعمل الملوخية بطريقة يعني حلوة جدا، علشان ما تبقاش ساقطة في الحلة من تحت. انا بعمل ايه طبعا هوريكم. هنا بقى كنت طبعا بعمل 3 كوبايات رز، وطبعا هنا غسلته. وهو طبيعي الرز على الحلة، يعني مش رز مش تضيف، لا رز على الحلة يعني. هنا كانت عندي طبعا من اول يوم رمضان كان عندي شوربة بط. فهاخد من الشوربة عشان اعمل طبعا برام رز. هنعمل رز في البرام في الفرن. زي ما حضراتكم شايفين بتاع الشوربة بتاعتها رايقة ازاي وحلوة وجميلة ازاي. يعني طريقة حلوة انك انتي تغلي المية وتحطي فيها البصل وتحطي فيها اللورة والحبان، وبعد كده بتسيبيها تغلي وتسقطي فيها اللحمة. بتبقى مفيهاش الريم ده اللي بيطلع، لا، حاجة نضيفة حاجة حلوة. طبعا انا هعمل الملوخية باللحمة، والرز طبعا هعمله بالشوربة بتاعت البطة. وهنا كنت طبعا بعملها ازاي طبعا عشان تبقى ماسكة يعني كده فايرة كده وجميلة الملوخية وخضرة وحلوة. انتي طبعا بعد ما بتغلي الشوربة، يعني الشوربة مغلية طبعا، ومحطوط فيها طبعا البصل لان حاطينها في الشوربة من البداية. بتجيبي طبعا بتقصقصي الكيس ده، وطبعا بتكفي بعد غليانها خالص لما تغلي الشوربة تبقى غالية يعني جامد جدا. اسقطي فيها الملوخية وسيبيها فترة، وسيبيها بقى فترة ما تقفليش عليها الحلة، سيبيها كده. وبعد كده بتروحي بقى علشان تديها الغلوة لحد ما تغلي